اشكال فهد سال فقد الامل انه يرتبط بانثى، فيبدا انه يستفز الاناث باسلوبه. ما افهم ليه تعطونه وجه وهو ما عنده شيء يشفع له، لا شكل لا شخصيه لا جسم. اللي مثله مفروض يجمعونهم بحديقه للقبحاء للعظه والعبره. هاي التغريده انكتبت كرد على تغريده بتهاجم فهد سال بعد ما فهد سال طلع بمقابله وصار يتكلم عن الزواج وراتب المراه، وانه الافضل للبنت تتقاسم راتبها مع زوجها وتصرف على البيت. ليش كثير رجال اكلمهم كلموني بعد ما انتشر الفيديو حق فهد، في شيء انت حتفهمه لانك اعزب، مالك دخل في راتبها. طب ليش تسوي براتب؟ اصحاب الراي اني مالي دخل، ايش تسوي براتب؟ انا ممكن ما عندي خبره، يمكن انا مغترب لفتره. ايش تسوي ب 9000 لنفترض راتب؟ ايش تسوي فيه؟ السكن، الاكل، بس والله انا حنجلد. اوكي طيب ندخل في الموضوع هذا مره بنرفزني انا. جيد، في التعليقات اكتبوا ايش جوابكم سؤال فهد انه ايش تسوي براتبها اذا ما كانت تشارك. ولا يمكن اجابه تكون مالك دخل. وات از ذس؟ ليش احنا اسره؟ قديش انا انهان لما تجيني مره تقول مالك دخل، لانه ترى شوف انا اقول لك شغله. من بعد كلام فهد سال بخصوص انه البنت لازم تشارك بمصروف البيت، كثير تغريدات انتشرت على تويتر بتهاجم فهد سال. حرفيا الهجوم ما كان بس من البنات، كان حتى من الشباب. 9000 ريال ترفع جوده حياتها بجزء وتدخر الباقي للمستقبل. الزوج ممكن باي يوم يطلقها سواء غلطانه ولا مو غلطانه، عندها شيء تامن نفسها بدون ما تكون محدوده عليه، او حتى يتزوج عليها وهي تقدر تطلق منه. هاي ما كانت اول مره فهد سال بتهاجم فيها، حرفيا من 11 سنه وفهد سال بتهاجم بسبب كلامه. في ناس بتشوف انه كلام فهد سال منطقي، وفي ناس بتشوف حركاته انها بتتشبه بالغرب. فهد سال كان من بدايه قناته وهو بعطي نصايح للشباب بخصوص الزواج وبخصوص كثير مواضيع غيرها، وهاي المواضيع حرفيا كانت تثير الجدل من هذيك الفتره. قبل 11 سنه فهد سال تكلم عن الزواج التقليدي، وتكلم عن جزئيه معينه بالفيديو، كيف انه في بنات بيضحكوا على الشباب بالشوف الشرعيه، وكيف انهم الشباب بيكتشفوا هاي الاشياء بعد الزواج. anyways يجي اليوم اللي حتملك عن البنت، الملكه صارت ابي بارز هابي، سويت الحفله، الولد خسر كمان 200,000. اخيرا البنت الان اصبحت حلال على الولد. لما شافها اكتشف حاجتين، اكتشف انه شخصيتها سو شيت. ايضا شاف الكرشه هذيك اللي ما قدر يلاحظها وقت الخطبه، لقي كرشه كده مخبيه. البنت كانت لابسه حزام ناسف في النص كده، عارف عشان تنحف الكرشه ولا ما كان في مصداقيه. عرف اشياء كثير عن البنت، فلوس كثير راحت، المهر 200,000، المليار اللي دفعه. الولد بدا يتردد، ولكن الام قاعده تحفز الولد، يا ولدي عادي جدا تحمل، خليك ايجابي ورفع. اتزوج الولد اسبوعين الولد يبغى يطلق. كل هذا لانه الولد ما هو قادر يعرف البنت كويس. صحيح انه في شغلات فهد سال اوقات بتكلم عنها وبتكون صحيحه، وفي برضه كثير شغلات تتكلم عنها وكانت غلط، لان الموضوع بالنهايه بيعتمد على وجهه نظر الشخص والظروف اللي مر فيها. المشكله انه الناس ما ناقشت فهد سال بكلامه اللي حكاه عن مشاركه المراه بمصروف البيت، وراحوا مباشره يهاجموا شكل فهد سال وشخصيته وحياته. وهون انا بشوف انه النقاش طلع من الموضوع الاساسي، وكان المفروض انهم يناقشوه على الفكره اللي طرحها واللي هو بشوف انها صح. هاي كانت السالفه كامله، وليش الناس هاجمت فهد سال. اكتبوا رايكم بالتعليقات، ويكون الراي محترم بدون اي اساءه لاي طرف، سواء فهد سال او المراه. لا تنسوا الاشتراك بقناتي، وبس مع السلامه.